جديد محمد الفاتح، وهذه المشاهد من الحلقة ونرى فيها رد ابنة مفتي الديار لهذه السلطنة، وأبوها يسألها في موضوع موافقتها على الرجل الذي يسمى بهادير باشا، وهو رئيس الجند البحري أو إمرار بحري، ويرأس البحرية التركية في البحر المتوسط، وقد أتى لها خاطبا، وكذلك سلطك الذي منذ البدء كان يحبها وكلمها على ذلك، ولكن صدته وتكبرت عليه وأصرت على موقفها ولم تستجيب له. لذلك هي تقول لأبيها: لكن ماذا عن القلب؟ ما قلته صحيح من وجهة نظر العقل والحق، لكن ماذا عن القلب؟ هي قلبها يحب سلطك، وهي تريد أن تتزوج سلطك. فالبنت تتكلم بأدب المسلمات، وهي تحب سلطك وتريده هو زوجا لها، ولا يهمها أن يكون بهادير باشا هو الزوج لها. فهي أحبت سلطك على جهاده وعلى صبره عليها، وأنه أتى ليخطبها اليوم. فيتكلمون عن هذه الإجراءات، ونرى رد هذه البنية الصالحة كما يظهر في المسلسل. ونتابع معكم المسلسل إن شاء الله تعالى على حلقات وعلى كليبات قصيرة لعلمكم بما يفعل بعرض الفيديوهات بطريقة عادية. وأنا أنشر لكم هذه المقاطع وأتوكل على الله عز وجل، وربنا يحفظ القناة ويحفظكم جميعا ويصلح أحوالنا في الدنيا التي نحيا فيها، ويجعلنا من أهل الجنة في الآخرة. وهنا نترككم مع قراءة التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله.